كلنا عارفين ان الخضار لما بيكون طازة بيبقى طعمه احلى وفوائده اكتر، لكن المشكلة انه مش دايما بيكون متوفر، وكمان بيفسد بسرعة لو ما تخزنش بطريقة صح. علشان كده لازم يبقى فيه حل يخلينا نحتفظ بالخضار طازة لأطول فترة ممكنة من غير طبعا ما يتغير لونه او يفقد قيمته الغذائية. الكلام ده بينطبق على كل انواع الخضار، لكن السبانخ بالذات ليها معاملة خاصة. عارف ليه؟ لانها من الورقيات لو اتخزنت بطريقة غلط تفقد لونها وقوامها. في الفيديو ده هقولك على الطريقة الصح اللي تخليك تحفظها كأنها لسه جاية من السوق. صلى على النبي واعمل لنا لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا اقول لك الطريقة. صلوا على النبي. هتنزلوا تجيبوا الكميه اللي انتوا محتاجينها، واحنا هنا استخدمنا نص كيلو علشان نوضح الطريقه، لكن انتوا طبعا هتشتروا على حسب احتياجكم. اول حاجه لازم تركزوا فيها وهي مرحله الفرز. لازم تتاكدوا ان السبانخ عندكم سليمه. اي ورقه لونها اصفر هنشيلها، فيها حشرات او شكلها غريب هنشيلها. احنا عاوزين احسن حاجه علشان التخزين يكون 10/10. نيجي بقى لمرحله التجهيز، ودي مرحله سهله جدا. هنشيل الجزء القريب من الجذور ده، ودي حاجه طبعا بتختلف على حسب الموسم. يعني مثلا في بدايه الموسم السبانخ بتكون طريه وناعمه، وده بيبقى احسن وقت للتخزين. في نهاية الموسم السبانخ بيكون ورقها كبير وخشن شوية. فصلى على النبي كده، ولو لسه ما عملتش لايك اعمل لنا لايك واشترك في القناة. دلوقتي ندخل على مرحلة الغسيل، والمية هنا كان ليها رأي تاني، لكن طبعا احنا مش هنيأس وهنكمل الفيديو. جبنا مية وغسلناها كويس جدا، ولو متابعني ليك فترة هتعرف ان دي اهم خطوة في التخزين. حلتك على النار وهتسيب المية تغلي. طبعا عملية السلق لازم تكون مظبوطة. هتنزل بالسبانخ وتسيبها تغلي على درجة حرارة 96 لمدة 3 دقايق. طيب ليه 96؟ وده لان كل منتج غذائي ليه معاملة حرارية خاصة. طيب هتظبط 96 دي ازاي؟ سيبه يغلي وخلاص لمدة 3 دقايق. السلق في المصنع بيتم بطريقتين. اول حاجة لو بتسلق ورقيات زي الملوخية او السبانخ بتتسلق ببخار ومية مع بعض في نفس الوقت، وده لاننا لو سلقناها بمية بس هيتهري، ولو سلقناها ببخار بس هيسود. اما بقى لو بنسلق خضار زي البامية او الجزر فمش هتفرق معانا. يلا بينا بقى ندخل على اهم خطوة معانا، الخطوة اللي جاية دي. بعد ما تطلع السبانخ على طول من مرحلة الغليان هتدخل على طول على الصدمة الحرارية، ولازم المية تكون ساقعة جدا، يعني يفضل تحط لها تلج زي كده. وهنا احنا بنوقف نشاط الانزيمات لانها لو فضلت شغالة هتبوظ السبانخ ويخليها تسود، والبكتيريا والفطريات ينشطوا، واحنا مش عايزين كده. بعد ما عملنا الصدمة الحرارية بالمية الساقعة، تعالى ندخل على المرحلة اللي بعد كده. هتنشف السبانخ كويس جدا، وده لان العدو الاول لاي تخزين ناجح هي الرطوبة، ولو سيبنا فيها اي مية هتبوظ بسرعة. تعالى بقى ندخل على المرحلة اللي بعد كده اللي انا قلت لك ما تعملهاش. المفروض السبانخ ما بتتفرمش جامد قوي، لكن طبعا تقدر تستغنى عن المرحلة دي في انك تقطع السبانخ قبل ما تسلقها. هقول لكم كده كام معلومة سريعة. الخضار اللي متخزن بالتجميد بيطبخ مجمد، يعني ما ينفعش تطلعه وتسيبه يفك، وكمان لو عندك خضار في الفريزر فك ما ينفعش ترجعه تاني. والمعلومة دي بتمشي على اي حاجة مجمدة، مش شرط الخضار، يعني عندك اللحمة الفراخ ايا كان. طبعا ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لنا لايك وسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال انا معاك. ودلوقتي هنعبي السبانخ في اكياس تفريز ونفرغ منها الهواء كويس جدا. ولو وصلت لحد هنا صلي على النبي. سلام.